بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. الرؤية: إنشاء جيل واع مثقف متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسالة: دار الإيمان مؤسسة تعليمية تربوية مرخصة حسب الأصول في تركيا بتاريخ 7/7/2014. تقدم خدماتها التعليمية والتربوية والإنسانية للطلاب الإيغور المقيمين في تركيا والقادمين إليها خصيصا للدراسة فيها. الأهداف: تسعى دار الإيمان من خلال هذه الرسالة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولا، تخريج الحفاظ المتقنين لكتاب الله من الذكور والإناث في مختلف المراحل العمرية. ثانيا، التركيز على تعليم اللغة العربية من خلال سلسلة معتمدة مستوعبين أكبر قدر ممكن من الطلاب من مختلف الشرائح والفئات العمرية على مدى العام. ثالثا، العمل الدؤوب لتطبيق الخطة الدراسية المنهجية الشرعية للأعوام الخمسة المقررة. رابعا، إقامة دورات متتالية لتعليم اللغة التركية والإيغورية والإنجليزية والعربية. خامسا، نشر الوعي والحرص على الأخلاق الحميدة من خلال إقامة دروس وعظية وعلمية أسبوعية يشارك فيها أساتذة فضلاء، وتعرض فيها بعض الأفلام العلمية أو التاريخية أو الوثائقية. الإنجازات: عدد الحفاظ من الذكور والإناث 50 طالبا وطالبة. عدد المجازين 4 حفاظ من الذكور. عدد دورات النورانية 24 دفعة. عدد الطلاب الذين أنهوا مرحلة النورانية 360 طالبا وطالبة. عدد طلاب التلاوة 210 طلاب وطالبات. عدد طلاب صف الحفظ 120 طالبا وطالبة. عدد طلاب الشريعة في مختلف مراحلها 100 طالب وطالبة. عدد طلاب اللغة العربية 215 طالبا وطالبة. عدد طلاب اللغة الإنجليزية 99 طالبا وطالبة. عدد طلاب اللغة الإيغورية 80 طالبا وطالبة. عدد طلاب اللغة التركية 96 طالبا وطالبة. عدد الأسرة السكنية 80 سريرا. الطاقة الاستيعابية للسكن 150 طالبا وطالبة. المستفيدون من السكن والطعام وبقية الخدمات 77 طالبا وطالبة. عدد الرحلات الترفيهية للذكور والإناث 8 رحلات. مجموع الطلاب المستفيدين من المدرسة عموما 1206 طلاب وطالبات. تتألف المدرسة من مبنيين مخصصين للدراسة، كل مبنى مؤلف من 5 أدوار، في كل دور 3 صفوف. مبنى كبير مخصص لسكن الطلاب يتألف من 5 أدوار، في كل دور 4 غرف كبيرة، كل غرفة تتسع من 10 إلى 15 طالبا وطالبة، و3 شقق أخرى مخصصة لسكن الطلاب. وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لكل خير.